جماعه هو ازاي شاطئ في اسكندريه يبقى فاضي قوي كده؟ ازاي بجد والله؟ ده ما يتاخدش، ده ما تحطوش في الشنطه وانت ماشي ده. سبحان الله والله العظيم. لا 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 لا. مع اني اسكندراني بس انا اول مره اعمل كده. في ايه؟ استنى معلش الجهل. عارفين الطفل اللي هو اللي بيلبس المايو ويجري على الميه ويفضل منقوع طول اليوم ده، وبعدين يخلص يطلع ياكل وبعد كده ينزل الميه تاني ويطلع ياكل. انا مبسوط قوي ان الشاليهات هنا متسميه بسنين، يعني بارقام سنين انا عشتها. عارفه انت الحاجات اللي هم بيعملوا كده ويقوموا جايبين نفس، انا ما بعرفش اعمل الكلام ده خالص في الترانزيشن، مش عارف الصراحه. هو ما حدش يخش على حد كده برضه يا عم، انا بخبط عليك بالراحه. اصل انا دلوقتي بقول لهم ان انا رجعت بالزمن ل 2007 عشان اجيب اخويا رعا. انا فلاش دلوقتي. تعالى بقى اخدك معايا الزمن 2008. اهلا بيكم في سويت 2008. بعد ما قضيت 4 أيام بكتشف المنتزه لقيت حاجات كتير محدش يعرفها، فقررت أصور لكم كل حاجة جوه. فنادق بقى ومطاعم وقصور، وهتلاقوا فيه جولات مختلفة تماما. وبما إن مكان إقامتي كان كباين فؤاد، في الفيديو ده هوريكم واحد من فنادق ريكسوس المنتزه كباين فؤاد. طبعا يا جماعة يعني من أول ما تدخل الروم أنا عايز أقول هتحس بعبق التاريخ والكلام اللي هو اللي كده ده، بس هو فعلا أنت هنا في كباين فؤاد في المنتزه. مش عارف ابدا منين ولا منين والله مش عارف يعني، بس خلينا نبدا من الجنب ده بعد كده ندخل الجنب التاني. هو السويت متقسم جزئين. اول ما تدخل زي ما انت شايف الجزء الاولاني فيه الدايننج اريا، يعني ترابيزه بص اقعد عليها 4 زي ما هو عايز. انا ممكن اقعد هنا، ممكن اروح اقعد الناحيه التانيه عادي يعني مفيش مشكله. بيت قهوه لو سمحت. قهوه ايه ده؟ بص القهوه هتلاقي كل الامينيتيز اللي انت محتاجها. ايه ده؟ مين ده؟ ده انا جماعه عاملين لي في الروم ايه ده؟ كل نفسك قبل ما حد ياكلك بقى، اكل نفسي وبتاع. يا جماعه ندى مراتي اللي قالت لي قولي الافيه ده. بس يا جماعه يعني شايفين الويلكمينج بتاع ريكسوس؟ شويه كده ديزيرتس خفيفه، طبق فاكهه لطيف. طبعا يعني زي ما انتم شايفين هو مش عارف اقول كوفي بار ولا اقول ايه ده. يعني ده ميني بار. ده مش ميني بار بقى، ميني بار. يعني ندخل بقى على الجزء الثاني اللي هو الليفينج اريا. الليفينج اريا جميله، اتفرج على التلفزيون. يعني طبعا الديزاين اصلا مودرن رايق لذيذ، استخدامهم للايتمز اصلا بتاعت الخشب حاجه كده اليجون خالص. هي اليجون دي اصلا كلمه بالفرنساوي اكيد؟ لا اليجانت يا عم، ما تقول اليجانت وخلاص. حاجه غريبه يعني والله العظيم. بس يا جماعه زي ما انتم شايفين ليفينج اريا لطيفه. مش هنطلع هنا دلوقتي، تعالوا ندخل جوه. الجزء الثاني بقى الايه؟ الماستر بيدروم. ايه ده؟ دي حاجه مهمه جدا محتاجين نتكلم عليها. طبعا انت اكيد بتدوري على مفاتيح النور فين، صح؟ الموضوع هنا مش مفاتيح، ايوه ديجيتال. هقول لك حاجه حلوه جدا. احنا دلوقتي زي ما انت شايفه في المكان متقسم كذا جزء، صح؟ هتلاقي هنا الماستر واللايت ريلاكس سين، شويه كده حاجات ليفينج اريا دايننج اريا ماشي. يعني اللوحه الديجيتال دي للتكييف تمام، بس شايفه دي الدايننج اريا صح؟ وريهم الدايننج اريا كده بعد اذنك. انا هدوس تيك خلاص خلصت، انا هنروح. تعالي تاني كده بعد اذنك ندوس على الدايننج اريا تاني. سبحان الله والله العظيم. لا 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 لا. تعالوا ندخل بقى الماستر بيدروم عشان انا يعني ايه، انا من ساعه ما جيت وانا منبهر. شايفين انا هنا اهو، هو انا ده. المطعم خطير والبحر بقى يعني ايه ما اقولكوش. يعني الواحد مستغرب ان ده المايه في اسكندريه. عارفين طبعا ان المايه في اسكندريه يعني ايه، في الصيف بيبقى الموضوع مش ألذ حاجه، بس فعلا في المنتزه حاسس ان انت بعيد عن اسكندريه اصلا، يعني حاسس ان انت انعزلت كده. بس فتعالوا بقى ناخد الغدا وايه واقول لكم رايي في المطعم. بصوا يا جماعه طلبت الاكل نزل شكله حلو قوي بصراحه. سباكيتي بولونيز باللحمه المفرومه، وده سندوتش فراخ صح؟ يعني برضه الساندوتش بصراحه كبيره قوي يعني، جريل تشيكن. اخويا الرعود مش عارف بيعمل ايه، بس يعني احنا جبنا بيتزا سي فود غرقانه سلمون.
تعالوا بقى ايه نجرب كده ونشوف الكلام على ايه. نبدأ كده ايه ناخد واحدة. خطيرة اصلا. هي حلاوة البولونيز هي بتبقى متغرقة في اللحمة المفرومة، والطماطم مش حراق، مش اللي هي اللي بتدي حموضة. ايوه. فلا يعني طعمها حلو قوي بصراحة. ايه رايك في البيتزا يا عم رعد؟ حكاية بجد والله. قطع تركواز في الدور الارضي اللي هو نفس الدور بتاع الكباين خطير. هو ده كده الميني ريستورانت، يعني احنا هناكل برضو فيه الفطار بس النهارده عشان ناخد الغدا، فاروح اكل بقى انا كملوا تور في لما بتدخل بقى الماستر بيد روم هتلاقي كذا جزء. طبعا الحته دي في اللي هو ايه ميني ووكينج كلوزت كده لطيف. ده المكان اللي بيبقى فيه بقى كل حاجه ليها علاقه بالبرانس بقى بتاعت الدش. تيجي مقاسي ها، ده عايز دش محترم ده. طبعا بقى يعني ايه الحاجات دي انتوا عارفين اللي هي الكلام ده يا جماعه. الحاجات دي وان تايم يوز، يعني انت ممكن تاخد ده عادي لو انت حابب اللي هي الشباشب، بس ده ما يتاخدش، ده ما تحطوش في الشنطه وانت ماشي، ده ما ينفعش. يعني الحاجات دي بتاعت الفندق، هي بتتاخد بتتغسل وهكذا ترجع تاني، فده مش بتاعك. انما ده ماشي، ده عادي اصلا، ده وان تايم يوز، انت تلبسه مره هتلاقي نفسك مليت البتاع كله بقى ايه بتاع ده. يلا يا عم الحاج احنا ناقصين لمخه في الكلام. طبعا بقى في هنا كل حاجه، السيوينج كيت بتاعت الجزمه اللي هي اللي بتلمع الجزمه. طبعا ووكينج كلوزت لطيف. فكره اصلا انت تدخل تلاقي مكوه والترابيزه بتاعت المكوه في ميزان. عارفه الميزان ده ليه؟ قبل وبعد الاول انكلوسيف. ما هو انت هنا اول انكلوسيف يعني بتاكلي 24 ساعه، تقعدي هنا. شوفي بقى انا دلوقتي هتلاقيني مثلا 50 كيلو. وريني 50 كيلو. وريني 50 كيلو. وريني وانا هخاف يعني؟ ده انا كده بالجزمه كمان. قول مقاسك كام؟ وزنك كام؟ 33. ده سنك؟ وده بعد الاكل. سني. المهم يعني يا جماعه، فزي ما انتم شايفين هنا المكان ده اللي فيه ايه كل حاجه ليها علاقه بال ووكينج كلوزت، فيه كل حاجه تحط هدومك وحاجات من دي. نيجي هنا بقى للسرير، بس قبل ما نيجي للسرير ندخل على الحمام. طبعا الحمام يعني كل حاجه حرفيا. يعني انت فرش السنان بقى والصابون والشامبو والشاور جل وترابيزات بلياردو وبينج، كل حاجه موجوده. حمام جميل ولطيف ولذيذ وفوطك بقى وحاجتك ودنيتك الكلام ده كله. بعد كده بقى نيجي للسرير. طبعا يا جماعه اللوجو بتاع ريكسوس تلاقوا بقى اهتمام بالتفاصيل في كل حاجه. يعني انت هنا شغالين في حاجه بريميوم بقى. يعني اللوجو هتلاقيه على اللحاف، الخداديات بتاعت المخدات. مخدات اصلا انا صحيت صحيح كل حاجه تقريبا يا جماعه. اللحظه اللي انا بحبها قوي 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 المرتبه. طبعا انا مش محتاج، يعني حاسس ان انا هدخل اصلا في المرتبه هضرب غطس كاني بضرب في البحر. يعني عارفه انت حاجات هم بيعملوا كده ويقوموا جايبين نفسهم. ما بعرفش اعمل الكلام ده خالص في الترانزيشن، مش عارف الصراحه. طيب تمام. طبعا مش محتاج اقول لكم بقى ان مرتبه مريح، مخدات مريح، ديجيتال برضو، تفتح تقفل تعمل اللي انت عايزه. كل حاجه هنا موجوده. تلفزيون، يعني مش بس تلفزيون في الليفينج، هنا في كمان تلفزيون بقى طبعا في كل حاجه. ف يعني روم اصلا هي في الطبيعي السويت بيبقى في الجزء اللي بره الزياده اللي هو بتاع الليفينج والدايننج وكده، بس دي الروم العاديه اللي انت بتدخل تلاقي المكان بتاع الووكينج كلوزت بتاعك، تلاقي الحمام، تلاقي السرير، بتلاقي سراحه. صوت السراحه طبعا هنا يعني زي ما انتم شايفين هو في زي بار طويل كده بيلت ان في الحيطه، سراحه صغننه كده يعني عشان حبيبي يقعد. انا لا ما نسيتش تعالوا احنا طالعين بره لسه. انا عارف ان انتوا مستنيين اللحظه دي. حلاوه بقى السويت ده ايه؟ هو احنا هنا في الكباين بتاعت فؤاد هي متقسمه دورين، في دور تحت وفي دور فوق. الدور اللي تحت حلاوته ان هو
ليك بيتش اكسس على طول، يعني انت بتفتح الباب بتاع التيرس بتاعك، معلش تطلع على البحر. اوه ايه الحلاوه دي، ايه الجمال ده، ايه الروقان ده. تخيل انت تطلع تبقى هنا على البحر على طول. انا لسه هلبس المايو. ايه ده طب ما انا طلعت بعرف اعمل ترانزيشنز اهو. ايه ده كمان، ده ولا سنوركلينج في البحر الاحمر. يلا بينا يا جماعه، انا دلوقتي عايز انزل البحر بلبط شويه. الساعه دلوقتي 6 بس، يعني الشمس بصراحه خارقه، يعني مش عارف ايه، بس الجو فيه نسمة هوا الحمد لله، يعني الرطوبه كمان مش عاليه. اروح بقى دلوقتي اجيب فوطه وننزل الميه عشان ايه، نبلبط شويه في البحر الوحيد في اسكندريه الفاضي. الفوط اهي، ناخد بقى من هنا، هاخد فوطتين عادي من هنا. ادي 1 2 تعصهم، خدنا الفوط. يلا بينا بقى ايه، نروح نبلبط. فاكر يا جماعه بقى ان انت في مكان حرفيا ما فيهوش حد، يعني انت تحس ان انت منعزل عن اسكندريه. وكمان هنا في اسكندريه يعني انت جوه ريكسوس في حاجه جامده جدا، ان انت عندك اصلا شطين. شط نايرا بيتش ده الديوس فيه ب1000 جنيه، يعني نقطه قوه خطيره. تيجي 1000 جنيه تستخدم شط حرفيا يعني ما فيهوش غيرك تقريبا. وفي شاطئ عايده طبعا، في برضو ديوز لسه راجع، بس ده بقى نبقى نصوره بعدين. طبعا شايفيني انا وكمان فؤاد ورايا اهو. تجربه رويال. بقول لك تحبي نرجع بالزمن ولا نطلع بالزمن؟ بما اني واقف في 2008، انا مبسوط قوي ان الشاليهات هنا متسميه بسنين، يعني بارقام سنين انا عشتها. فانا وانا جاي في الكوريدور اصلا، يعني مثلا انا دلوقتي في 2008، اخويا اتولد في 2008. كان ممكن اجري كده. اخويا تم سنه في 2009 2010 2011 وهكذا بقى. فاهمين يعني؟ طول ما انتوا ماشيين هتحس ان انت ايه، بتتمشى بالزمن كده في الكوريدورز بتاعه المكان دي. لو مقصوده فهي تبقى حركه صايعه جدا. انا راجع ل 2007 بس اجيب رعد واجي. افتح يا جدع. يا عم انت شربك نسكافيه. ما حدش يخش على حد كده برضه يا عم انا بخبط عليك بالراحه. اصل انا دلوقتي بقول لهم ان انا رجعت بالزمن ل 2007 عشان اجيب اخويا رعا. انا فلاش دلوقتي. تعالى بقى اخدك معايا الزمن 2008. يلا بينا يا جماعه، سويت 2008 تاني اهو. يعني هيشهد التاريخ ان انا جيت في سويت 2008. فاهمين بقى؟ الكباين كلها كده منك للبحر، اللي هو الدور اللي تحت. الدور اللي فوق شوف طبعا فيو بانورامي اصلا للمنتزه. يعني فكره ان انت في المنتزه اصلا يعني يخرب بيت الجمال والحلاوه والله. يعني الموضوع ممتع لاقصى درجه ممكنه. بس انت بتسال طبعا انا رايح فين، وانا كده خلصت التور ولا لسه؟ ما خلصتش التور، دي كانت بس يعني تور سريعه في كباين فؤاد في السويت اللي انا قاعد فيه، وده فندق ريكسوس المنتزه. استنونا في تور كامله في المنتزه، فرجكم على حاجات كتير قوي. قصر السلاملك، البانجلوز اللي قلبت الدنيا، حاجات بقى محدش يعرف اصلا ايه موجوده في المنتزه. بس يعني تجربه ان انت تطلع على الميه على طول دي مش موجوده كتير. متنسوش بقى تعملوا لنا سبسكرايب طبعا وفعل النوتيفيكيشن والكلام ده، عشان في حاجات كتير جميله جايه، وفنادق محدش يعرف عنها اي حاجه، واماكن اقامه محدش يعرف عنها اي حاجه، وسفريات محدش يعرف عنها اي حاجه. بس يا جماعه شكرا.